تعالوا ناخد جولة سريعة في الداشبورد بتاع الووردبريس، وكمان نشوف الثيمز والبلجنز ازاي نقدر نستخدمهم. يلا بينا. اول ما بفتح الويب سايت بتاعي ده اول حاجة بشوفها في الداشبورد. طيب هنا اول حاجة بشوفها هي الابديتس الجديدة في الووردبريس، فده يعتبر زي اعلان كده الووردبريس بيحطهولي بعد كل ابديت بيتعمل. فاول ما هدوس عليه ديسمس هو مش هيظهر تاني غير لما الابديت الجديد ينزل واعمله. طيب ايه اللي موجود هنا عندنا؟ دي عبارة عن شوية ويدجتس بقدر من خلالها اعرف الابديتس على الويب سايت بتاعي مثلا. فانا مش بفضل اي حاجة هنا لان ملهمش لازمة كلهم غير السايت هيلث ده. فبنروح على السكرين اوبشنز واقدر هنا الغي او اسيب اي حاجة انا عايزها، فبشيل التشيك مارك كده من التشيك بوكس واقدر اخلي ده بس، وبكده يبقى عندي صفحة نضيفة نقدر نحط فيها اي ويدجت تاني مهم بالنسبة لنا بدل ما هو منعكش كده ومليان حاجات. طيب الحاجة التانية هي الابديتس. يعني هنا في الداشبورد عندي هوم اللي هو ده، وابديتس. الابديتس دي اي حاجة عايزة ابديت على الويب سايت، سواء بلجنز او ثيمز او الووردبريس نفسه عايز ابديت، هتلاقيها listed هنا في المكان ده. تمام. هنا عندي كلمة هوستنجر عشان انا على سيرفر هوستنجر، حاطين لي زي بلجن موجود بقدر استخدمه. لو انت على سيرفر تاني ممكن ما تلاقيهاش خالص، او ممكن تلاقيها باسم السيرفر بتاعك. احنا هنشيل ده دلوقتي، مش هنستخدم الحاجات دي اصلا. الحاجة اللي بعد كده هي البوست، ودي تقدر تحط فيها المقالات اللي بتكون على الويب سايت. فبتدوس على add new post وبتبتدي تحط التايتل والديسكريبشن والحاجات اللي في البوست كلها. طبعا هلو وورلد ده موجود باي ديفولت على الووردبريس، ده بينزل معاها. عندنا بعد كده الميديا، ودي بتحط عليها اي ميديا على الويب سايت، سواء صور او فونت او اي فايلات. لو حتى PDF بتخليه متاح للناس ان هي تنزله من على الويب سايت، تقدر تلاقيه هنا في الميديا. بعد كده عندنا البيجز، وهنا بتكون كل الصفحات اللي موجودة على الويب سايت موجودة هنا في الليست دي. الكومنتس تقدر تلاقي فيها اي كومنت موجود على المقالات بتاعتك. بعد كده اليوزرز، وهنا كل اليوزرز اللي موجودين على الويب سايت بما فيهم اليوزر بتاعك. يعني ده اليوزر نيم اللي انا بستخدمه دلوقتي واعمل بيه لوجين، فاقدر اعمل عليه edit واقدر اغير السيتنجز بتاعت اليوزر من هنا، زي الباسورد مثلا او الكالر بتاع الثيم بتاعي اللي هو الووردبريس نفسه، مش الثيم بتاع الويب سايت، وكل الحاجات المتعلقة بالبروفايل. فطبعا لو انا عندي 1000 يوزر على الويب سايت وعايز افتح اليوزر بتاعي، مش هفتحه من هنا، مش هجيب all users، فهروح على بروفايل على طول، ده اليوزر بتاعي. التولز فيها export و import وشوية داتا كده، فما بنحتاجهمش كتير اصلا يعني. السيتنجز بقى فيها شوية حاجات مهمة. اول حاجة هي الجنرال، وده اسم الويب سايت تقدر تغيره عادي، والتاج لاين اللي هو يعتبر زي الديسكريبشن، واليو ار ال بتاع الويب سايت. اليو ار ال ده لو غيرنا فيه حرف واحد وما بقاش هو الدومين اللي محطوط على الويب سايت اللي هو الدومين ده، الويب سايت مش هيفتح. تمام. مرجحش لاي حد يغير اليو ار ال من هنا خالص، لان انت لو غيرته هتحتاج ان انت تظبطه تاني من على الداتابيز. هنا الادمنستريتور ايميل، وهنا بقول اي شخص هيسبسكرايب او هيعمل لوجين او ساين اب على الويب سايت. لو انا فاتح الساين اب هيخش على انهي رول. السبسكرايبر هو اللي ملوش اي صلاحيات خالص على الويب سايت. احنا شايفين البار الاسود ده، يعني لو انا فتحت الويب سايت كده شايف البار الاسود لان انا عامل لوجين وانا ادمن. فالسبسكرايبر حتى لو عامل لوجين مش هيشوف البار الاسود ده، ملوش اكسس على الويب سايت. فمن هنا نقدر نغير الصلاحيات بتاعت الناس اللي هتسبسكرايب او هتساين اب على الويب سايت. اللغة بتاعت الويب سايت والفورمات بتاع الديت والتايم. عندنا كمان الرايتنج ما فيهاش حاجة مهمة قوي. الريدنج ساعات بتبقى عامل ليستنج لمقالات على الويب سايت وبتلاقيها مش راضية تزيد عن حد معين. مثلا انت عايز تعمل 12 بوست او 12 مقالة تكون ظاهرة على الهوم بيج مثلا، فمش راضيين يزيدوا عن 10، فبتقدر تغير ده من هنا. عندنا البيرمالينكس. البيرمالينكس مهمة في ايه؟ في ان انا مثلا دلوقتي على الهوم بيج بتاعت الويب سايت،
وقررت افتح حاجة. هو هنا مفيش صفح لسه، فخلينا نفتح البوست اللي موجود ده. فلقيتها بقت سلاش وشوية كلام كتير، في من ضمنهم الديت واسم البوست. فانا مش عايز الكلام ده، انا عايز اسم البوست ورا اليو ار ال على طول. فكل اللي هعمله ان انا هاجي هنا هغيرها من الكاستم ستراكشر، لان ده اللي انا شايفه دلوقتي، وهخليها بوست نيم. هو هيبقى اليو ار ال على طول ووراه اسم البوست كده. وهعمل ابديت او سيف تشينجز. لو رجعت ورحت تاني للبوست ده هلاقيها بقت الروت دومين ووراه اسم البوست على طول. خلينا بقى بعد كده نروح على الابيرنس اللي هي فيها الثيمز. تمام. او القوالب، اللي احنا كلمة قوالب دي غريبة شوية، بس هي دي الثيمز اللي بنقدر ننزلها على الويب سايت وبتغير لنا شكل الويب سايت. فاحنا عندنا كذا نوع من الثيمز دي. اول حاجة ان انا ممكن انزل ثيم يغير لي شكل الويب سايت كله. زي ما احنا شايفين لو عملنا add new theme هنلاقي هنا الستور بتاع الووردبريس اللي عليه كل حاجة، فاقدر اختار اللي انا عايزه وانزله على الويب سايت. بس طبعا مش معنى ان انا هنزل الثيم هعمل له انستول واكتيفيت هلاقي الشكل اللي موجود ورا ده، الشكل اللي في الصورة ده بقى هو اللي على الويب سايت. لا، في حاجة اسمها ديمو ويب سايت، ده بنزله بحيث ان هو يديني نفس الشكل ده، وبعد كده ابتدي انا ايديت على الكونتنت اللي فيه. طيب في ثيمز كتير بتنزل لك الحاجة اللي انت عايزها، بس ما بيبقاش فيها كاستمايزيشن الكامل اللي انت عايزه. في الحالة دي او انا بفضل ان انا بنزل هلو إليمنتور مثلا. ده عبارة عن ثيم فاضي، تقدر تقول كونتينر ما فيهوش اي حاجة، انت بتبتدي تكستمايز او تبنيه واحدة واحدة زي ما انت عايزة. فده اللي احنا هنستخدمه في التوتوريالز بتاعتنا بعد كده عندنا البلجنز. ودي البلجنز اللي كانت نازلة باي ديفولت مع الووردبريس، فانا ما ببقاش محتاجهم، فممكن ان انا اعمل دي اكتيفيت وبعدين ديليت. انا لو عملت سيلكت كده وعندي بلجن مفعل او اكتف مش هيتمسح. يعني لو انا جيت عملت في البالك اكشنز ديليت، فهو هيمسح الحاجة اللي مش اكتف، بس الاكتف ده مش هيتمسح. لو عملت ابلاي هو كده مسح اللي مش اكتف بس. فما تخافش لو عندك بلجنز مش اكتف كتير وعايز تمسحهم كلهم مرة واحدة، اعمل تشيك من هنا، مش لازم تشيك على كل واحد، وامسح الحاجات الاكتف مش هتتمسح. لازم اعمل لها دي اكتيفيت الاول وبعد كده ديليت. برضو البلجنز نفس الكلام، في ستور للبلجنز. لو عملت اد نيو هلاقي كل البلجنز اللي انا اقدر انزلها. لو جيت على البوبيولر مثلا هنا هتلاقي كل البلجنز اللي انت ممكن تنزلها. البلجنز اصلا بتعمل expansion للووردبريس، يعني فيتشر انت عايزها مش موجودة في الووردبريس بتنزل بلجن بيحط لك الفيتشر دي في الويب سايت بتاعك. لو في بلجن معين انت عايزه بتقدر تسيرش عليه من هنا. يعني مثلا انا عايز إليمنتور، هو إليمنتور هنا اصلا، او في مثلا بلجن هو مش موجود في الصفحة الاولانية، فانا هكتب اسمه هيطلعه لي هنا في السيرش على طول. وبكده نكون خلصنا الداشبورد بتاع الووردبريس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.